بص الجمال، بص اللون، شايفين طبعا ريحته بقى تحفة. شايفين الجمال السردين. مساء الفل عليكم. النهارده بقى يا جماعه جاي اعمل لكم معشوقة الملايين، السردين المملح. بصوا منظر السردين عامل ازاي. انا بقى هقول لكم كل اسرار التمليح بتاعت السردين، وكمان هعمل لكم فيديو تاني للفسيخ. اهم سرين في التمليح، سواء تمليح الفسيخ او تمليح السردين، وهم عكس ما الناس كلها بتتوقع. ايه هم؟ ان اول حاجه، الحاجه اللي هتملحها لازم تكون طازه جدا، لدرجه ان هي ما يكونش اتحطت في التلج، يعني طالعه من البحر ما يتحطش عليها تلج، تاخدها تشتغل بيها في التمليح على طول. تاني سر، وبرده دي حاجه الناس مش هتتوقعها، ان لازم نظافه شديده جدا، يعني السمك يتنضف في مكان نظيف جدا، البرطمان اللي هيتملح فيه يبقى معقم، ايدك تبقى كلها نظيفه مفيش اي بكتيريا. لو دبانه واحده وقفت على سردينه من دول، كل البرطمان اللي هيبقى مع السردينه دي هيضرب. والفسيخ لو فسيخه واحده وقف عليها دبانه او جت بكتيريا من ايدك او اي نوع بكتيريا، البرميل كله اللي اتفسخ فيه هيبوظ ويترمي. فاهم حاجه؟ التنظيف. اول حاجه عملناها ان احنا جبنا السردين البلدي، بتشغل الميه الجاريه، بتغسله كويس كده بايدك تحت الميه الجاريه، وبتدخل الميه كده في الخياشيم وتقعد تدعك تحت الميه وهي بتجري. بعدين بتسيبه ينشف وينزل ميته، وبعد كده بتفرده في حته نظيفه ما فيهاش ولا دبان ولا اي حاجه، وبتسيبه ينشف، وبتبتدي كمان تنشفه كده، لان لازم ما يبقاش فيه ولا نقطه ميه، لان اي ميه في التمليح بتعمل عفونه على طول. بعد بقى ما نشفنا هنبتدي ناخد شويه سردين كده، وهوريكم مكونات خليط التمليح. اول حاجه هنجيب ملح خشن وشويه شطه، بس كده، ولا اي حاجه. اللي يقول لك اي حاجه تاني بيألف اختراعات. كركم مش كركم، مفيش حاجه تاني خالص، هو ده الاصول. يلا بينا. تبتدي بقى تاخدهم على اول مجموعه سردين. لو البرطمان ما بيقفلش كويس، ممكن تحط كيس جوه وترص السردين، وبعد كده تقفل الكيس وتربطه وتروح قافل الغطا. لو البرطمان بتاعك ثقه وما بيسربش، حط سردين على طول. انا كده كده هوريكم كده عشان تبقوا شايفين. تحط شويه، تبتدي بقى ايه، ترص السردين بتاعك جوه. اهم حاجه ما تسيبش مساحه فاضيه خالص. طبعا بقى دي ايه، كل ما تحط شويه كده تروح ايه مدي طبقه ملح ونكمل. بص بقى، مش عايزك تسيب مكان، بص اي ربع سنتي لازم ما يبقاش فيه اي هوا. ادي يا جماعه اهو، بص كبسناه كبسه محترمه، مفيش نفس جوه. تمام. فوق بقى بنعمل ايه، حاجه اسمها الطبه. الطبه دي بتبقى شويه ملح خشن، حط كده عشان ايه تطببها يعني، وشويه زيت، مش كتير يعني، بس كده. وتقفل بقى قفلتك المحترم، وكل يومين تروح قلبه شويه كده، يومين كده ويومين كده، يومين كده ويومين كده. هنفتح بقى عليه بعد 15 يوم وهناكل مع بعض بقى شويه بصل اخضر وشويه بطاطس محمره وعيش بلدي سخن، وايه احلى اكله ممكن تاكلها في الشتاء ده. دلوقتي بقى يا جماعه هم جاهزين اهم عشان يقعدوا 15 يوم. وبالمناسبه 15 يوم عشان احنا في الشتاء، لو في الصيف ممكن من 8 ايام 10 ايام يبقوا مستويين. اشوفكم كمان 15 يوم. باي باي. شايفين يا جماعه، فات يومين. بص الجمال، بص اللون، شايفين بقى اللون عامل ازاي. بص ابتدى بقى السردين ينزل الزيت بتاعه. مساء الفل عليكم، ورجعنا لكم بس مش بعد 15 يوم، رجعنا لكم بعد 8 ايام. طب ليه 8 ايام؟ ما انا قلت 15 يوم لان السردين ده صغير جدا، وكمان كان فيه يومين في النص حر، فانا بصيت عليه كده من شكله، بصوا تحس ان هو كده ايه يعني حلو كده، يعني ايه حلو عليه، وانا كمان ايه ما بحبوش مستوي بزياده يعني. تمام. الشريط طبعا ريحته بقى تحفه. بص بقى الجمال، شايفين بقى اللون الجميل بقى الوردي، شايفين الجمال. بص تعالى بقى نلاقي، ندوق بقى كده. الله الله. دلوقتي بقى يا جماعه اهو ظبطنا شويه كده ايه، فليناهم وظبطناهم، ننزل بقى عليهم بشويه زيت كده، دلعه دلعه. شايفين الجمال، السردين البلدي الاصلي لما يتملح في البيت. دلوقتي بقى ايه،
هناكل، بس ينفع كده ناكل كده ايه السردين لوحده؟ شويه رنجه معايا تقول لا؟ طب ايه كده حلو كده اكل كده ولا نزود؟ طب بص بقى، الاكله دي عايزه صينيه العمده. عارف ايه صينيه العمده؟ هوريها لك ثانيه واحده. اهي صينيه العمده. وليه مسميها صينيه العمده؟ عشان انا عمده. طب دلوقتي بقى يا جماعه، السردين يتاكل لوحده كده ولا عايز بقى شويه حبشتكنات؟ يلا بينا بقى ايه اوريكم الحبشتكنات. وادي بقى يا جماعه صينيه العمده، عشان ايه الحاجات دي لها طقوس. رغيفين كده ايه مفقفقين، وبتحصل مجزره. نبتدي بقى ايه بالمنتج بتاعنا. لا استنى، اديها شويه ليمون. يا جماعة، أكلة ما أقولكوش عليها. ولا بقى تقول لي فراخ ولا لحمة ولا، شوف أكلة بسيطة بس تعمر الدماغ. دلوقتي إيه بقى الأكلة دي تتختم إزاي؟ أقول لك أنا. شوية شاي بالقرنفل على صوت عبد الحليم حافظ، يلا بينا.